نشوف فيديو النهاردة ازاي ب10 جنيه هنجيب حاجة المدارس ونستعد لها، وهتجيبي احسن حاجة حتى لو مش مستعدة. تعالوا يلا بينا على الفيديو ونشوف فيديو النهاردة هيكون ايه اللي هنعمله من 10 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. فيديو النهاردة باذن الله يعجبكم جدا. فيديو النهاردة فكرته ان احنا هنعمل جمعية. والجمعية ديت هتبقى جمعية كده صغيرة زي بتاعت كده زمان، اللي كنا بندخلها كده في المدرسة مع صحابنا. نفس الفكرة برضو بالظبط. هقولك ازاي من 10 جنيه يكون معاكي 3000 جنيه، من 10 جنيه 3000 جنيه. تعالي بقى هقولك لو انتي لسه مش ما جبتيش حاجة المدارس، مش عاملة حسابك على هدوم المدارس، الظروف مش سامحة يعني تشتري حاجة، مش شايلة قرش على جنب مثلا لحاجة المدارس. داخل علينا مدارس وولادنا في طلبات، في هدوم مدرسة، شنطة مدرسة، في كشاكيل، في دروس داخلة علينا عايزين ندفع دروس وبرضو الظروف ما تسمحش. تعالى اقولك كل دوت هنعمله ازاي وب10 جنيه. والله ب10 جنيه. الفكرة النهاردة يا بنات هنعمل الجمعية ديت. اول حاجة ان انت لازم تدخلي حد تكوني واثقة فيه، مش اي حد كده تدخليه وخلاص، حتى لو جمعية بسيطة. وال10 جنيه برضو مش اي حد تدخليه، لازم يكون حد ثقة انت واثقة فيه. هتدخلي جارتك، هتدخلي قريبتك، تدخلي سلفتك، تدخلي اختك. لو معاكي كده كام سلفة في البيت، شجعوا بعضيكوا كده واعملوا الجمعية مع بعض، مع ولادك وجارتك وولادها برضو الكبار. حد معاكي في العمارة، حد معاكي في البيت، انت ضمناه، اخواتك قريبين منك، اي حد قريب منك. هتجمعي الافراد والجمعية هتكون ب10 جنيه في اليوم. يبقى ال10 جنيه اللي انت هتدفعيها، ال10 جنيه في 10 ايام ب100 جنيه. يبقى ال10 جنيه بتاعتك في ال10 ايام ب100 جنيه. يبقى انت لوحدك 100 جنيه بتدفعيها كل 10 ايام. ال100 جنيه بتاعتك بقى هي ال100 جنيه بتاعتك في في ال10 اسامي، في ال10 اسامي هيبقى ب1000 جنيه. طب لو في 15 اسم هتبقى هتبقى ب1500. لو في 15 هتبقى يعني ال100 في 15 هتبقى ب1500. تمام. احنا بقى مثلا عايزينها ايه؟ ال100 جنيه كل 10 ايام، كل 10 ايام و10 افراد ب1000 جنيه، 1000 جنيه. تمام. يبقى هي كل 10 ايام هتتقبض على 10 افراد، يعني الجمعية هتقعد معاكي 3 شهور و10 ايام وبال1000 جنيه. طب والله ايه، هنخش باسمين. طب الاسم التاني مش هقدر ادفعه، يعني انا ممكن اقدر ادفع ال10 جنيه، ال10 جنيه التانية يا لولو انا مش هقدر ادفعها، هجيبها منين؟ اقول لك يا ست الكل ما تشيليش هم، باذن الله هتيجي وهتقضى. أم، هتعرفي تجيبي ال10 جنيه. كل ما تنزلي تجيبي طلبات بقى معاكي فضية، حطيها كده على جنب، 5 جنيه، 6 جنيه، 4 جنيه، يعني الفكة من هنا على هنا هتجمعي ال10 جنيه. لو زوجك جه مثلا كده وفي فضية معاه، خديها منه وكملي بقى الاسم التاني، وكده يبقى انت عملتي الاسم التاني. يبقى ايه؟ لو انت دخلتي بالاسمين هيبقوا 2000 جنيه، بدل ال1000 هيبقوا 2000 جنيه، بدل ال1000 هيبقوا 2000. ولو الجمعية والله زادت وبقت 15 اسم، هتعمل معاكي ال3000 جنيه. هيعملوا في الاسم 1500. وهتخشي طبعا قلتلك هتخشي بالاسمين، هتعملي كده ال3000 جنيه. تمام. زي ما قلتلكوا لو هتخشي بالاسمين في ال15 اسم هتاخدي 3000 جنيه، 3000 جنيه وانتي دافعة 10 جنيه.
دفع 10 جنيه، وال10 جنيه التانية انت جمعتيها كده من الفضية اللي انت كل ما تنزلي تجيبي حاجة بتتبقى معاكي وبتشيليها. يبقى انت كده معاكي 3000 جنيه، تقدري تنزلي تجيبي بيها الحاجات اللي انت عايزاها وناقصاكي للمدارس، او الحاجات المدارس اللي انت ما كنتيش يعني عامله حسابها اصلا. يعني ال3000 جنيه هيقضوا معاكي باذن الله. بصي بقى، الفكرة برضو حلوة جدا لو جيتي برضو عملتيها قبل رمضان بإذن الله، ب3 شهور كده ونص او ب4 شهور، برضو هتجيبي ال3000 جنيه وهتعمليهم، وساعتها هيبقى معاكي ال3 4 شهور دولت من اول ما بدأت الجمعية لحد الاخر. الكل مش هيبقى بقى في حد يقولك هاخد في الاول وفي الاخر، لان لحد الاخر يعني انت تبدأي قبل رمضان بإذن الله يبدأ ب4 شهور، فالكل كده هيقبض بإذن الله قبل رمضان، والكل طبعا هيدخل فيها لانها هتبقى داخله على دخلة رمضان، والكل هيقولك دخليني دخليني. لان يعني كلنا في رمضان بيجي علينا وقت كده ونبقى يعني داخلين كده على شهر كريم وكل حاجة، بس يبقى مصاريفه كتير واحتياجاته كتير. فلو تعملي حسابك على الجمعية الصغيرة ديت قبل رمضان عشان ما تضلعيش نفسك، قبل رمضان ب4 شهور تعمليها على طول. يبقى انت كده انا اديتك فكره برضو ان انت تعمليها قبل رمضان، وديتك فكره ان انت تبداي بيها من دلوقتي. ولو انت ماسكه الجمعيه وصاحبه الجمعيه هتاخدي اول اسم وهتنزلي تجيبي اللي انت عايزاه، وتاني اسم برضو اللي هيدخل او ياخد تاني اسم برضو هيعرف برضو يجيب لو هو محتاج. لو تالت اسم ممكن برضو يلحق يجيب. تمام. فانا قلت اقول لكم يعني على الجمعيه ديت حلوه جدا، وفكرتها حلوه عن فكره الحصاله. الحصاله كويسه برضو وكل حاجه. برضو لو انت مثلا اتزنقتي في فلوس الجمعيه هتاخدي من الحصاله. الحصاله حلوه مش وحشه وكل حاجه، بس احنا ايدينا غصب عننا بتيجي برضو على الحصاله. يعني غصب عننا ايدينا بتيجي على الحصاله ديت. في ناس كتير قوي من النوع اللي ممكن لو عندك الحصاله بدل مثلا يعني استنى ليه حد يخبط عليا او يديني، او يبقى مثلا ليه حاجه عندي وانا معلش معايا حاجه يعني متشاله، زي مثلا فلوس الحصاله في ايدك طبعا بتيجي عليها. تمام. ففكرة الجمعية حلوة جدا ان انت بتلتزمي بيها، بتلتزمي كل يوم ان انت تدفعي ال10 او ال20 جنيه اللي مطلوبين منك عشان تجمعي في ال3 شهور وال10 ايام. لو هي على 10 اقسام، هتاخدي اللهم صل على النبي، هتاخدي ال1000 جنيه. لو انت تدفعي ال10 في ال10 اقسام هتاخدي ال1000 جنيه، ولا لو على 15 اسم هتاخدي ال1500. تمام يا بنات. عايزه اقول لكم على حاجه كمان قبل ما انسى. عايزاكم بقى تشجعوا كمان ولادكم لو عندكم ولاد كده برضو وبياخدوا مصروف مثلا 10 5، ان شاء الله حتى لو بياخدوا ال10 يصرفوا ال5 جنيه، وال5 جنيه تدخليهم بيهم الجامعة. يبقى انتي كده علمتي ولادك الادخار، ان هم ازاي يبقى في ادخار من فلوسهم، يصرفوا نص المصروف والنص التاني يدخلوا بيه معاكي الجمعية. والله تشجعي ابنك. هجيب لك كورة، هقدم لك مثلا في نادي، اشترك لك في نادي، هجيب لك لبس كورة، اي حاجة ابنك بيحبها. ولو انت برضو مش عاملاها عشان المدارس، والحمد لله انت جايبة حاجة المدارس، كل ما تعملي الجمعية وتجمعي ال3000 جنيه هاتي بيهم حاجة دهب، بريمة دهب، خاتم صغير كده دهب بتاع البابيهات ديت، حرف دهب، اي حاجه من الحاجات ديت، وفي علبه كده وشيليها. او لو انت لابسه سلسله ممكن تحطيهم في السلسله معاكي. الحاجات دي كلها بتنفع جدا. ودلوقتي بيبقى الادخار بيبقى هو الذهب، هو دوت بصراحه اللي يعني ايه، بصوا اللي يعتبر دلوقتي اللي الناس كلها بتفكر فيه، ازاي تجيب يبقى معاها فلوس. بيعملوا يعني الجمعيات ديت ويجيبوا بها دهب ويشيلوه، واول لما الدهب بيرفع يبيعوا، يرجعوا يشتروا تاني ويبيعوا، هكذا. والدنيا ماشيه هكذا، وبيبقى ساعتها في مكسب طبعا في الدهب. يعني هو احسن حاجه دلوقتي ان انت تبقى بدل الفلوس، يعني ان انت تجيبي بالفلوس ديت دهب. تمام. زي ما قلت لك بريمه، حاجه كده
صغننه، حرف صغنن، خاتم صغير لو في بال3000. بيبقى فيه كده حاجات يا بنات كده جراماتها كده قليله جدا، وبتعمل المبلغ دوت. والله مره على مره هتلاقيكي العلبه دي ما شاء الله جمعتي فيها حبه دهب حلوين. والله اول لما سعر الدهب يرفع عن السعر اللي انت اشتريتي بيه، بيعي مثلا لو انت احتاجتي بيعي الدهب دوت، هيجيب لك مبلغ حلو يعني، وتعملي بيه اي حاجه مثلا كنت محتاجاها. تجيبي حاجه كبيره كنت محتاجاها في البيت. مثلا تيجي تحطيهم مثلا في حلق لو مش لابسه حلق. تحطيهم والله في خاتم. تحطيهم في سلسله بعد ما تجمعيهم كده حبه حلوين. تمام يا بنات. آه بس كده، دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، ان انتي تعملي كده جمعية صغيرة. دي الولاد بيحبوها جدا يعني. انا ابني ما شاء الله في اعدادي، كنت عامله له الجمعيه ديت من قيمه شهر. وبنتي برضو ما شاء الله في اعدادي، وكانوا جايبين صحابهم. معلش يا طنط، معلش يا طنط، امسكي لنا الجمعيه واعملي لنا كده جمعيه. وبقيت فعلا عامله الجمعيه وماسكه لهم. كانت الجمعيه جميله والحمد لله عدت على خير. وكان طبعا معايا مامتهم يعني والده كل ولد من صحاب ابني، كانوا برضو داخلين معايا. وكانت الجمعيه كبيره الحمد لله. رغم ان احنا كنا بندفع كل يوم 10 جنيه. كنا بندفع يا بنات في اليوم 10 جنيه، والله العظيم. وفي الاخر الحمد لله الحمد لله يعني خدنا كل واحد 3000 جنيه. طبعا الولاد ما شاء الله يعني كانوا ملتزمين جدا وكويسين. وطبعا احسن حاجة انت تعمليها في الجمعية ان انت تكتبي الاسم والايام، واللي يديكي تعملي علامة صح قدام الاسم وقدام اليوم، قدام الاسم وقدام اليوم. يعني دي احسن حاجة ودي امن حاجة، عشان طبعا هي باليوم ممكن تنسي. فطبعا كل اللي يديكي باليوم ويدفع تعملي علامة، عشان يعني ولا تصدميه ولا هو يصدمك. يبقى انت كده فعلا ماشية بالورقة والقلم. احسن حاجة يا بنات الورقة والقلم، الورقة والقلم احسن حاجة في كل حاجة. بصوا والله العظيم في كل حاجة، لو ماسكة مصروف ونازلة بيه قبل ما تنزلي بالورقة والقلم. جمعية ورقة وقلم، اي حاجة بالورقة والقلم. بصوا الحمد لله بيبقى ده اضمن يعني، ده اضمن. تعالي والله شوفي اسمك انا معلمة عليه. تعالي كده يا فلانة شوفي اسمك انت دفعتي اليوم كذا انا معلمة عليها. فمعلش ده حقها وحقك، فده ما يزعلش. احسن حاجة تعملي ورقة كده باسامي الجمعية والايام وتعلمي كده وخلاص. ماشي. ودي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. ازاي من 10 جنيه تعملي 3000 جنيه. وازاي تجيبيهم، ازاي يعني تجمعيهم. وطبعا قلت لكم ازاي تجمعوهم الحمد لله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش كده في لايك حلو، ولو لسه مشتركتيش انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. واكتبي لي كده كومنت قمر، وانزلي صلي كده على النبي في التعليقات، واكتبي لي كومنت قمر منك وقولي لي استفدتي ايه. ويقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.